صار لنا فترة ما ملتقي أنا وصاحبي، فقال لي تعال خلينا نتشاوف. فرحنا وقعدنا، ورا ما قعدنا سوالف ولعبنا طاولي، ورا ما سحلته بالطاولة وسدينا الطاولي. هو شجع ريال مدريد طبعا. فقال لي شنو رأيك من يفوز، السيتي ولا ريال مدريد؟ فقلت له والله هي صعبة يعني. السيتي السنة عندهم أفضلية أنه عندهم رأس حربة صريح اللي هو هالاند. وأضيف عليها أنه الريال عندهم ألابا مصاب، وميليتاو موقوف، ومودريتش يمكن هم مصاب، ولا هم اليوم رجعوا يعني موجودين بقائمة الكأس عقب باجر. ما أعرف يعني ساحبهم لأن تشافوا أو ساحبهم على مود التتويج. بس اكو صور نزلت الألابا والتدريبات قاعد يتدرب على العشب. المهم قلت له ألابا مصاب وميليتاو موقوف ومودريتش يمكن هم مصاب، وناتشو ما يعوض ميليتاو، وثنائيته ويا روديجير ضعيفة. بس ويا هذا كله ما تقدر تقول انه اكو افضلية الفريق على ريال مدريد. يعني السيتي نفسه اللي هو العام متقدم بالذهاب فارق هدف، وبالإياب تقدم 1-0 لحد دقيقة 89. تشوف بنزيما وكاسيميرو قاعدين هيك يضحكون، ودقيقة 90 و91 ريال مدريد جاب جولن اللي هو يحتاجه أصلا. وبالأشواط الإضافية حصل ضربة جزاء وسجل من عندها الهدف وتأهل، بالموضوع كلش طبيعي. حتى عصام الشوالي لما قال جملته الشهيرة الفم حاجة ما نعرفش، يعني أنا كنت مفسرها غير تفسير، كنت عبالي يقصد إنه أكو إنه بالموضوع أو أكو شيء بالموضوع، لأن اللي صار يعني مو منطقي أبد ومستحيل يصير. فبعدين ورا ما هدأ الوضع وشفنا الملخص، تبين انه عصام حكى الجملة بداية الهجمة او قبل بداية الهجمة، ويقصد انه اكو شيء راح يطلع من هاي الهجمة، يعني شيء من هذا القبيل. المهم فصاحبي هذا اللي سحلته بالطاولة ايش قال لي؟ قال لي تدري ريال مدريد ليش قاعد يفوز؟ فانا مباشرة قاطعته وقلت له فريق مستقر، او اكو استقرار بالفريق، وهاي الفكرة انا مقتنع بها تماما. وكل ما يجي حوار يخص هذا الموضوع اطرحها. فمره صاحبي سالني قال لي شنو قصدك بالاستقرار، او شنو تعريفك للاستقرار اللي كل ما حكينا ونبسط قلت فريق مستقر. قلت له اول شيء الفريق يكون بعيد عن المشاكل الاداريه والماديه، والريال يعني لا عنده صراع على رئاسه النادي. بيريز مستلم النادي صار له شده، الامور الماليه للريال كلش تمام. ثاني شيء النادي بعيد عن المهاترات الإعلامية وعن سوالف حرب الإعلام. يعني هو هاي كانت بفترة مورينيو موجودة، بس حاليا ماكو، لذلك هسه هو فريق مستقر وبعيد عن سوالف الإعلام. ثالثا والنقطة الأهم، الفريق عنده لواعيب خبرة قدماء وموجودين من زمان، يدمج وياهم اللواعيب الشباب الصاعدين هسه، أو التعاقدات الجديدة يعني، أو لاعبين الرديف في حال ما كانت أكو تعاقدات هواية. يعني اكو تسلسل زمني منظم يدمج عناصر الخبرة ويا عناصر الشباب حتى يطلع فريق مستقر. وطبعا من نقول الاستقرار، احنا ما نختزل كل شغل الفريق بالاستقرار، بس الاستقرار سبب رئيسي بنجاح الفرق سواء ريال مدريد او باقي الفرق المستقرة. وحتى ننطي امثله على فرق مستقرة وعلى غير الفرق الغير مستقرة، خلينا نجي نشوف تشيلسي. تشيلسي هذا الموسم تخبط اداري، صفقات بخبال وبمبالغ فلكية وعقود طويلة الاجل، إقالة توخيل، جابوا بوتر، طلعوا بوتر ورجعوا الطامة الكبرى لامبارد، وشنو النتيجة؟ وضعية الفريق زفت، ويمكن حتى مهدد بالهبوط في حال خسر كل مبارياته. نوتنغهام فورست من صعدوا هذا الموسم تعاقدوا ويا 21 لاعب، ومنهم أسماء كبيرة وجاية من أندية قوية. والمحصلة شنو؟ الفريق هسه مركز 18 من 19 ومهددين بالهبوط. بالمقابل المشاريع الناجحة مثلا ليستر من أخذوا الدوري موسم 2015 2016. بالانتقالات الصيفية جابوا 3 لاعبين وصعدوا تشيلول من الرديف، جابوا كانتي واوكازاكي وكريستيان فوكس. وبالانتقالات الشتوية من ردوا يسدون النقص سوا وجابوا لاعب 2 بس، امارتي ودي ماريا جراي. والمحصلة شنو؟ اخذوا الدوري بفارق 10 نقاط عن اقرب المنافسين. فهو هذا الاستقرار اللي انا قاعد احكي عليه. فصاحبي اللي سحلته بالطاولة ايش قال لي مو بس الاستقرار، كل عنصر بالفريق قاعد يلعب بروحه وبحريته لان ماكو عليهم ضغط. يعني مثلا هذا الموسم هم بنصف النهائي الابطال، اذا خسروا الابطال وهم شبه خسرانين الدوري وطلعوا بس بكأس الملك ماكو مشكلة عادي. حتى اذا خسروا كأس الملك وطلعوا موسم صفري هم ماكو مشكلة، لان هم العام ابطال الدوري والابطال. يعني الفريق الحالي لريال مدريد باستثناء تشواميني كلهم عندهم القاب وجايين من موسم كلش ممتاز. حتى روديجير اللي جاي هذا الموسم فعنده القاب وعنده ابطال يا تشيلسي. بالمختصر اللاعبين عندهم رصيد، هاي نظريه الرصيد اللي قاعد نحكي عنها. كل لاعب بريال مدريد عنده رصيد يحميه من الانتقادات القويه،
أو نطرد من النادي في حال طلعوا موسم صفري. لذلك السيتي عنده أفضلية على ريال مدريد على الورق، بس الواقع غير شكل. شخصية ريال مدريد بالأبطال تهز أي خصم يوقف قبالها. وبالحديث عن نظرية الرصيد، فهذا ياخذنا سيناريو كتبته قبل فترة بس ما صورته، إيمانا مني بأنه ميسي وموضوع ميسي هو أكبر من باريس. بس بما أنه شيء يذكر، فتعالوا خلينا نحكي عن الموضوع. العام باريس ورا ما طلعوا من دوري الأبطال الجمهور صفروا على ميسي، وهاي السنة نفس الموضوع تكرر وهم صفروا على ميسي، بس هذه السنة أخذ صدى أوسع. إذا نشيل العاطفة على صفحة، فشنو رصيد ميسي ويا جمهور باريس بعيدا عن أرقامه الفردية كأفضل أداء لحد الآن اللي نتفوق به على هالاند؟ فشنو اللي حققه جمهور باريس؟ الدوري الفرنسي فهم ياخذون كل موسم ركض وبدون منافسة. كأس فرنسا ضحك وفازوا ب 4-0 على نانت. موسمين على التوالي طلعوا من دور 16 من دوري الابطال، واحده من عندهن كانت بخساره ضد ريال مدريد وميسي ضيع بها جزاء كانت مفصليه بالخساره. ومن كاس فرنسا هم طلعوا من دور 16 موسمين على التوالي. فميسي ما عنده رصيد يم جمهور باريس يشفع له، لذلك تشوف انه جمهور باريس يصفر على ميسي كلش عاديه. هم ما قاعد يتعاملون وياه كاسطوره ناديهم، هو كل اللي يلعب وياهم موسمين قاعد يتعاملون وياه كاسطوره، اوكي بس مو اسطوره ناديهم، اسطوره عالميه بس يعني مو اسطوره النادي مالته. ميسي برشلونه بالابطال خسر من اتلتيكو، من يوفنتوس، من باريس، من بايرن ميونخ، من روما، من ليفربول. خسارات بها سكورات عاليه 4 و5 و8 مال بايرن ميونخ، وبها ريمونتادات تعصر القلب كان ممكن تحصل بها ابطال بطريقه كلش حلوه. ومع ذلك ما حد من الجمهور تجرأ انه يفتح حلقه او يصفر على ميسي. ليش؟ لان اسطوره ناديه، وهذا اللاعب مفرحه كذا كذا مره، ذا بهدف وذا بالقاب وذا بطولات وغيرها وغيرها. كريستيانو رونالدو بالبرايم مالته جمهور البرنابيو صفروا عليه، وطبعا هنا الحكي مو انتقاد لميسي، بالعكس الكل يعرف انه مشروع باريس فاشل. شايفين هذا اللي يقول له انه انت فاشل لدرجه اخذت المركز الثاني بالفشل، يعني حتى بالفشل ما قدرت تصير الاول. هو هذا باريس، يا مشروع هذا اللي ينبني بميسي اللي جاي لباريس لان برشلونه ما قدروا يسجلونه، لو مبابي اللي باقي بالغصب والتواسيل مال الامراء والشيوخ والرؤساء وما مشتري النادي بنعال، لو نيمار اللي نص مسيرته اصابات، لو راموس اللي جايب بنهايه عمره يكون نفسه. يعني ما اعرف من مفهم نادي باريس انه المشروع اذا تبنيه فتجيب لواعيب خبره ولواعيب اساطير بس تخلي الدكه صوصي. خذ لك نظره على دكه باريس وشوف. اذا بالهجوم فالبديل الوحيد هو ايكيتيكي، وما عنده خبره اصلا، ومصعدين لاعب مهاجم شاب عمره 17 سنه. بالنص منو فيتينيا، منو كارلوس سولير، منو فابيان رويز، حتى ريناتو سانشيز احنا نسمع عنه من زمان، موهبه كان كل سنه ينصاب. من هذول اللي تنافس بيهم مودريتش ودي بروين وكروس وكامافينجا ورياض محرز وغوندوغان. وبعد اللي صار هاليومين ميسي رسمي ما راح يجدد ويا باريس، اما يرجع لبرشلونه اذا وافقت الليغا او عنده عرض من الهلال او من انتر ميامي، رغم انه هو يريد يبقى باوروبا. طبعا من الاسباب اللي خلت جماهير باريس تصفر على ميسي هو اضافه للخروج من دوري الابطال، فهو مماطلته بالتجديد. يعني هو عقده خلص السنه او يخلص بشهر السادس، قدموا له عرض تجديد، كان بقى العرض على صفحه ينتظر برشلونه والليغا، اذا اتفقوا فيروح لبرشلونه، اذا ما اتفقوا فيجدد ويا باريس. بس بعد ما النادي عاقب ميسي بسبب سفره بدون اذن للسعوديه وهتافات الجماهير عاليه والشتائم والسب، مستحيل راح يجدد ويا باريس ويشوف لفة فريق الاخ. بالنهايه شوفوا الفيديو على اليوتيوب، على الانستا، على الفيسبوك، على التيك توك، خلوا عليه لايك وشيروا قد ما تقدرون، واشتركوا بالقناه. في امان الله.